متابعينا متابعي القاهرة 24 في كل مكان. كايرو لايف مع حضراتكم طارق عبد الله، أحييكم من مركز إسنا محافظة الأقصر. يمكن معانا قصة صعبة جدا، قصة أم أرملة منذ 20 عام بتعاني من مشاكل كتيرة جدا. يعني هي مش عارف تحل مشاكلها ازاي. فهي طبعا أسرة مكونة من 6 توفاهم الله. يعني قصة صعبة جدا، قصة سيدة أرملة منذ 20 عام هنسمعها وتحكي لحضراتكم المأساة اللي هي بتعيشها. لا احكي لنا كده المأساة اللي انت بدأت كده اللايف بالدموع. انا عارف اللي انت فيه وحالتك الصعبة، بس ان شاء الله ربنا هيفرج همك ان شاء الله قريبا بإذن الله. انا ابوهم متوفى وسابهم لي 7. اه. سافرت في البيوت وربيتهم، شيلوني امم مش انا اشيلهم. واحد مات غرقان، واحد مات شباب مهمل 3 اطفال مستشفى. اه. وهذه ديتنا زي ما انت شايف حالتها برضه. يعني انا بشيل واحط فيها، ما معيش حد يشيل ولا يحط الا انا. يعني كنت اتمنى ان هم من دول هم يشيلوا ويحطوا فيا وفي اختهم، بس ربنا اختارهم والحمد لله. فدي حياتنا ودي ظروفنا. حياتي صعبة يعني فوق ما تتصور، علي ديون، علي إيجار، ما عنديش تربة أدفن فيها، ما عنديش تربة. كل عيل مدفون في تربة شكل تربة الصدقة. يعني أنا لو مت هيسندوني كده لغاية ما يلقوا لي تربة صدقة. ما عنديش لا ورانا ولا قدامنا، ما عندناش إلا بنقول يا رب. بس دي حياتنا ودي انا عايز اعرف مشكلة. بس سبب الوضع اللي انت فيه. انت قلت لي يعني كنت عايش الاول مع زوجك وبعد كده كنت الدنيا عايشة اتغيرت. عيشة حلوة الأول، اه. بس الأمور اتغيرت. أبوهم مات وما كانش شغال حكومة، خدتهم وسافرت واشتغلت في عماير واشتغلت في البيوت وربيتهم، وقلت الحمد لله ان هم هيبقوا السنه دي بكره. ساب لك 6 هو من الاولاد؟ ساب لي 6. ولدين 3 ولاد؟ 3 اولاد، وبن... 4 اولاد وبنتين. اه. الحمد لله مات منهم واحد اللي هو الكبير ده مات غرقان. اه. وبعد كده توفى شاب برضه مم. مهمل 3 اطفال دلوقتي. مم. وادي الثالث دي مريض فيروس بيتعالج، موجود في المستشفى. موجود في المستشفى ده. مصاريفك كل شهر انت بتصرفي ازاي وعايشه ازاي؟ بطلع انا يعني في السن ده بطلع اخدم. معايا ابله ساميه، طبعا هي ايدها بايدي الايام دي. اه. من ساعة ما تعرفنا عليها هي ايدها بايدي، بتساعد ما معاك؟ سايبانيش. عندك عليك قروض قلت لي انت علي وعلى قروض، علي قرض، وولدي عليه قرض المريض ده بحكم نهائي. القروض دي خدتيها ليه طيب؟ خدتها في مرض اخوه الاولاني، اه. وخدت قرض في جيزة بنتي. اه. دي حالتنا. وانا لغاية الان بطلع اعمل شغل، بس تعبت. انا تعبت فعلا، يعني انا مش بكذب عليك والله، بس انا تعبت فعلا. يعني انا ربيت قلت بكره يشيلوني، هم يدفنوني مش انا اللي ادفنهم. ربنا يصبرك يا رب ان شاء الله. ربنا كبير يا حاجة ان شاء الله. اهل الخير كتير واكيد هيوقفوا معاكي وهتسد ديونك وهتعيشي عيشة حلوة. هتعيشي ان شاء الله. يعني هتبقى دي بداية خير. ما حدش كان يعرف المأساة اللي انت فيها كتير طبعا. الناس قافله بابي عليه، ما بطلعش ولا اخبط على حد ولا اقول لحد عايز ولا ما عايزاش، لان ما حدش بيدي حد اصلا يعني، ولا حد بيوقف مع حد. وبعد كده النهارده الغلبان اصلا بيروح في رجليه. اهل الخير كتير ان شاء الله هتكون. يعني انا مش عايزك بس تخلي يعني حتى بنتك الصغيرة بتعيط برضو. مش عايزين بنتك بتعالج برضو يعني هي ولا؟ لا دي معاقة، هي اصلا بتتعالج وبتاخد بامبس وعلاج. مم. حتى كرسي اصلا ما كانش عندي، يعني ده جابته لها بلا ساميه برضه. ما كانش عندكم ولا ثلاجة ولا لا غسالة هي ولا بتاع؟ جابت لنا بلا ساميه الثلاجه دي اللي هي المستعمله، وما كانش عندنا بوتاجاز، جابت لنا بوتاجاز. ما كانش عندي غساله كنت بغسل على ايدي برضه، وهي جابت لي غساله. فهي واقفه معايا، يعني ايدها بايدي الصراحه يعني لله. انت مطلوب منك كل شهر تجيبي علاج لعيالك علاج ده اللي هو، وبامبرز لبنتك وعلاج كل يوم، كل يوم عايزه علاج لابني ب 100 جنيه كل يوم. كل يوم. ده كل يوم. وانت ما عندكيش اي مصدر دخل؟ ما عنديش. وفيستي انا بتاعت الارامل موظفين واقفه، اللي هي 9 شهور واقفه. انت قلت لي حتى المدفن ما عندكيش مدفن ما لاولادك؟ عنديش مدفن والله. طب عامله فطوره بالصدقه.
حسونا ميت فطوره بالصدقه مدفون، وحسن فطوره بالصدقه. بتروح تزورهم انت لما بقى؟ بروح ازورهم الجمعه اللي فاتت الراجل قال لي انت بتعمل ايه؟ برش شويه ميه. راح قال لي لا ما ترشيش ميه. قلت له انا بحط شويه ميه طب يعني للزرع وكده. قال لي لا انا ممكن اعمل للزرع دي كده وارميها. ومن حقه عشان يشتغل، من حقه. مم. قاعده في مكان مش المكان بتاعك. اه طبعا. وحتى البيت اللي انت قاعده فيه ده بيت بالايجار. بالايجار. ماليش، مفيش بيوت، مفيش. انا يعني عايز ماشية كده الله يرحمه. متابعينا متابعي القاهره 24 في كل مكان اتجول مع حضراتكم في البيت الايجار. البيت ده متاخد ايجار. هي حاطه صور ابنائها معلقاهم، ده ابنها اللي مات حاطه صورته على الحيطه للذكرى. ابنها التاني توفى برضو غريق. حاطه صور ابنائها في البيت. التلاجة بتاعتهم يعني حتى هي بتقول لي التلاجة اقسم بالله فاضية. يعني المنظر ده يعني اتاخد بالصدفة اقسم بالله. التلاجة فاضية، بتقول ما فيهاش غير العلاج. يعني هي بتجيب علاج، والاكل اللي بتجيبه طبعا يا دوب الاكل العادي جدا. عايشين عيشة صعبة جدا. هما بتمشيها ازاي يا مبوت؟ بتقولي بنمشيها والله. يعني مثلا بنروح مش على طماطم ملوخية بنعملها شلولو. بروح اجيب لي شوية رجول بعد ساعات كنت من الفراخ دي بتاع الفراخ. اجيب منهم 30 ب 40 اعمل عليهم شوية بطاطس شوية ملوخية. ده فعلا تشتري اقسم رجول يا بالله، حاجة؟ اقسم برب العز. انا قبل ما اشوف كنت بتشتري رجول رجول والله كنت اروح بتاع الفراخ اديله 30 جنيه او 20 جنيه ويديني حبايه كده بيهم. اجي هنا انضفهم ونعمل عليهم بطاطس وملوخيه ورز، ويبقى يوم عيد عندنا فرح. أعتقد كل من سمع هذه الرسالة الصادقة اللي طالعة من معاها 6 أيتام بتربيهم وبتجري عليهم، يعني المفروض الناس تتحرك سريعا لنرفع المأساة اللي بتعيشها هذه السيدة الضعيفة اللي هي ما معهاش غير يعني حتى صحتها مش غير الأول. يا حاج أنت كنت الأول لا بتشتغلي. طبعا كنت الاول بصحتي، بس دلوقتي سكر وضغط ونقرس، وعندي عضله القلب ضعيفه. عندي عين الشمال دي ما بشوفش بيها اصلا، يعني بسيط. لو قفلتها ما اشوفكش، اشوف تشاش. اعملها برضه. هقول لمين اديني؟ اللي كانوا بيصرفوا عليا وكانوا بيرعوني انا شلتهم بايدي، دفنتهم انا بايدي. دفنت 2 من أولادي. دفنت 2 اهو. احتسبتهم عند الله الحمد لله. نفسك في إيه يا حاج؟ طب عشان نسمعك نفسي اني ظروفنا بس تتغير شويه. نفسي اني حتى يعملوا مشروع لولدي المريض ده، ان هو يتحرك بيه، اكلنا نعرف ندفع ايجارنا، ندفع دين، نعرف ناكل صح، ناكل نتعالج صح. كل اللي انا طالباه ان هم حتى يشوفوا له مشروع. يعني ديوننا دي تسدد دي ويشوفوا مشروع لولدي ده. عندك ديون حوالي كام يا حاج أنت؟ عندي ولدي واخد قرض وحكم عليه حكم نهائي. كمان؟ عليه 19,000 وانا علي 20 او 22. ما قدرتش ادفع تاني، وقفت. عندك ديون حوالي 40,000 جنيه. دي مطلوب أنت تسديها فورا ولا هتحبس أنت وابنك؟ دي ولدي حاكم عليه حكم نهائي وانا رافعين عليا في شركه تنميه. أنت كل اللي بتشتغلي فيه بترمح تدي ده شوية وتدي شوية. بدي برمح، كنت اروح اودي هنا ودي هنا، بس ليا بتاع حوالي سنه وقفت، ما قدراش ادفع. وقفت من ساعه ولدي ده ما مريض، وعمل عمليتين. عمل عمليه شفط ميه من على صدره، عملوها له غلط. عملوا له عمليه في رقبته، عملوها له غلط. فدلوقتي بيتعالج، بياخد علاجات، كوم علاج، شنطه علاجات بياخدها، وكل يوم عايز ب 100 جنيه اصلا، كل يوم. وحتى مرته معاقه، يعني حتى مرته مولوده بعيب خلقي، يعني انا اللي شايله الليله كلها. فهو نفسه برضه انه هو عايز يتحرك، برضه عايز يطلع يشتغل، بس مش قادر. الجسم خد مناعه معاه. يعني الدكاتره قالوا له الجسم خد مناعه معاه، ما يقدرش يتحرك ولا يشتغل ولا يشيل. يعني حتى لو حد يعمل له، يجيب له تروسيكل يبيع له خضار، يجي يعني حد يلقى له تروسيكل مستعمل ان هو يشتغل بيه ويصرف علينا. هيصرف علينا، يعني لو في معيشه هيصرف علينا. انا في السن ده بطلع، انا بعد ساعات اقسم بالله بطلع في صناديق الزباله، الم بلاستيك والم ده والم ده. يعني انا بضاري وشي وبطلع في صناديق الزباله بالليل بعد ساعات، والله العظيم هنا عند المحكمه. فانا تعبت، مش عارفه اعمل ايه. انا تعبت فعلا. يعني انا من مصغر، يعني انا ابويا مات وهمني صغير ببطن امي، رباني جوز امي عليه رحمه الله. فطلعت لقيت ورث ولا بيت ولا غيط ولا اي حاجه، الحمد لله.
شاء الله باذن الله، يعني هتبقى النهارده يوم هيغير باذن الله ان شاء إيه ده الله. اللي بتمناه من ربنا، بقول يا رب. انا ما بقولش الا يا رب. انت اللي حاسس بيها وانت شايفني وانت اللي مطلع. انت انا مش هلقى في حبالك، ما تسيبنيش بس. انا بقوم اقعد اقول يا رب يا رب يا رب. ربنا ما بيسيبناش، واقف معي ما بيسيبنيش. وان شاء الله ربنا يغير للاحسن للاحسن ان شاء الله باذن الله. انا كل اللي طالباه بس 4 حيطان يلموني وتربه بس. ده اللي لان انا الايجار طالباه. ده غالي عليكم، ايجار 1200 مش قادره، بعد ساعات بيتكسر علي بالخمس شهور و6 شهور. بضطر ان انا ابيع حاجه من بيتي واسيب. بضطر ان انا ابيع عفش واسيب. انا كان عندي عفش الدنيا، بعت ما خليتش. بعت كتير ما خليتش. بعت الثلاجه وبعت بعت الغسالة. ثلاجة وبعت غسالة، بعت أنبوبة الفرن. كان عندي أنبوبتين للبوتاجاز بعتهم. أنا ما فيش إلا أنبوبة جبتها لي بلا سامي برضه. ما عنديش تاني. ما كانش فيه ولا فرشة، كنا بنتغطى بحتت بطاطين. هي اللي جابت لنا البطاطين برضه بلا سامي. يعني زي ما انتم شايفين حالة تقطع القلب. انا بجد مش قادر يعني اكمل اللايف ده. يعني انت عايز تقولي حاجة؟ طيب تكلمي تقولي للناس حاجة؟ عايز تقولي حاجة؟ طيب انت نفسك في ايه؟ طيب نفسك في ايه؟ عايزة تخفي صبي؟ مش عايزة تشوفي ماما بتعيط صح؟ مش عايزة تشوفي ماما بتعيط تاني. ان شاء الله ماما مش هتعيط تاني، وان شاء الله اهل الخير كتير اللي بيتابعونا في كل يا مكان. رب يا رب، وربنا يجازيهم خير. ان شاء الله ربنا باذن الله. يجازيهم خير ويجعل في ميزان حسناتهم. دموعك غالي علينا جدا يا حاجة، وان شاء الله ربنا يجبر بخاطرك يا ربنا رب. كبير، ربنا كبير. متابعينا ما نقولش إلا يا رب. متابعي القاهرة 24 في كل مكان. ده يمكن من أصعب التقارير اللي عملتها في القاهرة 24. أتمنى إني يعني اللي عايز يتواصل مع هذه الحالة، هي موجودة في محافظة الأقصر في مدينة إسنا، ساكنة بجوار كوبري الطوايع. الحالة دي محتاجة، كل مشاكلها في الحياة عليها مكسور عليها 40,000 جنيه. أخدت قروض عشان تساعد بناتها، وجوزت بنت من واخدين بناتها، أحكام بيها. واخدين احكام نهائيه عليها. وغير كده هي ساكنه في بيت ايجار، بتدفع 1200 جنيه شهريا. 1200 جنيه شهريا اتكسر عليها شهرين، في 3 في 4. البيت حرفيا، يمكن احنا فتحنا التلاجة بتاعتها بالصدفه، والله العظيم بالصدفه. التلاجة ما فيهاش اي حاجه فيها. البيت زي ما انتم شايفين بيت بسيط ايجار، ما فيهوش اي يعني حاجات رفاهيات خالص. يمكن كل الحاجات اللي موجوده عندهم دي تبع الايجار. بيدفعوا مبلغ 1200، مش بيقدروا يدفعوه كل شهر. أتمنى إن هذه الحالة دي يكون في تغيير فيها، ونصور معاها هي وفرحانة. اللي قاعد فيها ولدي برضه. دي الأوضة يعني اللي أوضة. عايش فيها ابني المريض يعني. هو مرضه كان عندهم اوضه نوم وعفش كله اتباع. دول كنبتين مضمين وبيناموا عليهم. الدنيا ضاقت معاك يا حاج مرة واحدة؟ قوي يعني فوق ما تتصور. يعني انا يعني جنت، انا عدت علي ايام اقسم بالله كنت هرمي نفسي من عني، وحياة كتاب ربنا. كانت بتفكر إن هي، طب وتسيب ولادك لمين يا حاجة؟ ما ينفعش ما تفكر في خلاص حاجة هاد ساعتها انت الدنيا اتقفلت في وشك، هتعمل ايه؟ الدنيا خلاص يعني باظت قدامك كده، ما فيش. والله اقسم بالله وحياة لا اله الا الله لغايه ما وصلت هناك، بس ترجعت عشان خاطر دي. قلت هتتبهدل وراي، ما فيش حد وراي، لان انا اللي بشيل واحط فيها. ده المطبخ بتاعك يا حاج؟ ايوه. ده البوتاجاز اللي جابته لنا الجامعة. باقي حياتنا بعيش. أختم معاكي بإيه يا ماما؟ عايز تقولي للناس اللي بتسمعك عشان نختم معاكي بس؟ والله كل اللي بقوله انا طبعا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا كل بس اللي انا طالباه هي بس ان هم مكان يلمني انا وعيالاتي وتربه وديوننا بس. ده اللي انا طالباه، وربنا يشفي لي ولادي. ده اللي انا طالباه من الناس، وكل حد يعمل معانا حاجه يجعلها في ميزان حسناته، ويبارك له في اولاده وما يشوف المرض طول عمره. شكرا لكم متابعينا ومتابعي القاهرة 24 في كل مكان. كان مع حضراتكم طارق عبد الله، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.